اهلا بيكم معايا وحلقه جديده وعيش من قلب. علشان نعرف نرجع تاني نعيش من قلبنا مهم نعرف يا جماعه ان احنا اي سلوك بنعمله دلوقتي، اي سلوك غيرنا بيعمله دلوقتي، هو مبني على منظومه صدماته وصدماتي. والصدمات زي ما ليها جانب مضلم ليها جانب برضو منور، هي اللي بتدينا المواهب. وانا قلت الكلام ده في حلقات ليا كتير. لكن الحاجه المهمه ايه؟ ان الكلام ده كله متخزن فين؟ الكلام ده كله انا واعي بيه بقدر كام في المية؟ احنا يا جماعة واعيين بحياتنا وبسلوكياتنا واستراتيجياتنا ومعتقداتنا ب5% فقط. اما المستخبي جوه في عقلنا الباطن 95%. يعني انا ما اعرفش عن اللي قدامي اكتر من 5%، وهو لا يعلم عني ولا انا اعلم عن نفسي اكتر من 5%. الحياة كله، وعي الكون كله أصلاً العلماء ما عرفوش يكتشفوا منه غير 5 أو 7% بالكتير. تخيلوا الكم اللي لسه مجهول ده كله. علشان كده ما نقدرش نعتمد بس على اللي أنا شايفه بعيني. حتة نعطي لأخيك 70 عذراً دي ما جتش كده، جت لما أنا بلاقي إن في سلوك قدامي مش ملهوش تفسير. حد غضب فجأة، حد اتضايق فجأة. انتوا عارفين في اللحظة دي ايه اللي بيحصل؟ انا مش بقول لكم ان انتوا ما تحطوش حدودكم وتاخدوا حقوقكم، ملهاش علاقة خالص، ولكن حتة العذر بس بتخلي البني آدم عنده رحمة في أخدان حقه، عنده شوية رحمة في ان هو يعرف يحط حدوده. الفكرة انك انت في اللقطة دي حاجة اتحفزت، عقلك الباطن ما شاء الله عليه بيسجل كل حاجة 360 درجة، داير ما يدور كده، بيسجل الألوان والروايح والملمس والطعم والأصوات، بيسجل كل حاجة. فبالتالي أنت ممكن تكون فجأة ماشي في شارع وفجأة تلاقي نفسك متعصب، مخنوق، متضايق. ممكن تكون شميت ريحة، شفت ألوان معينة، دقت حاجة وأنت في مطعم معينة أو حد بياكلها فكرتك أصلا بالصدمة وحفزتها. فسلوكيات كتيرة يا جماعة إحنا بنعملها مبنية على ما هو مخزن في العقل الباطن. علشان كده لما بنكتب في ورقة وقلم، ودايما بقول الموضوع ده خلوا جنبكم ورقة وقلم، حطوا الحاجة قدامكم علشان عقلكم جوه يشوف المكتوب ايه، فيبدأ ينتبه له. لما هفرغ مشاعري أكني بالظبط بحرر الصدمة بس مع نفسي. لما بشوف المشاعر اللي جوايا اللي تعباني وابدأ أكتبها، أنا مش طايقة كذا، والأمر ده ألمني، والأمر ده تعبني، وأنا فلان ده سبب لي إني حسيت بكذا وكذا 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 وكذا. ده بيخلي أكنك بالظبط من غير ما أنت تشعر عمال بتفرغ المشاعر اللي اتحبست في الصدمة المشابهة اللي اتحفزت دلوقتي، واللي عقلك الباطن مخزنها وانت لا تعلم عنها شيء. فأقل ما فيها نعرف إن ممكن يا جماعة أولادنا راجعين من المدرسة، راجعين من بعد أصحابهم، هم المفروض خرجوا وانبسطوا، وده بيحصل كتير، بنبقى خارجين ومبسوطين وفجأة نرجع متضايقين، مش عارفين متضايقين من إيه، لأن إحنا لا نعلم إيه اللي اتحفز في اللحظة دي. فبدل ما نقعد نقول يا ابني انت مش خرجت وعملنا وسوينا واحنا صرفنا في الخروجه وانت مش مبسوط ليه، بدل ما نرمي اصابع اتهام خلينا كده بس ننبه اللي قدامنا. بص، انت اكيد في حاجه ممكن تكون ضايقتك، انت ممكن تكون حتى مش قادر تعرفها، مفيش مشكله، اقعد اتنفس، اكتب اللي مضايقك، تعالى اقعد اتكلم معايا، قول لي انت حاسس بايه، حتى لو مش عارف يسمي الشعور مش مشكله، حتى لو مش عارفين نسميه. المهم خلوا في قلوبنا شوية رحمة عشان نعرف نرجع نعيش من قلبنا تاني. مهم الرحمة تدب لينا الأول في قلوبنا وتدب لغيرنا كمان. مهم الرحمة ترجع تاني تكون موجودة وإحنا بنوزن وبنعاير وبنحط أي تقديرات لأي أمور في حياتنا، علشان بيها الإنسان هيكون أكثر رأفة بحاله وأكثر رأفة بحال غيره، ودي حاجة ممكن تساعدنا في تغيير حاجات كتير. بشوفكم حلقة جديدة وعيش من قلب.